كنت بارك وما لقيت ما يدار، قلت نتفرج في شي سيري مغربية، وانا نطيح في سيري درامي ببطولة يسار بعنوان الجنين. هادشي اللي دار يسار فكرني في روبن ويليامز فاش قلبها من الكوميديا للدراما، دا الاوسكار على الدور ديالو في جود ويل هانتين، ذلك جيم كاري، واخيرا جا الدور على الفنان المغربي يسار اللي مثل شخصية ما خاصها تا خير، غا هو كيقلب على والديه، واللي قال ليه شي مرا كتقلب على ولد كيمشي عندها بحال الهبيل. حتى لواحد النهار واحد غيديه لواحد الدار باغي يكريسيوه، ولكن في المغرب الشفار كيديه حتى للدار وكيكريسيوه. خويا حامد انت بغيت تكرفس ليا على المرا وقال لك ما نديرو معاه والو. ما حنا ماشي رجال. لا خويا حاشا، ما كاين اخويا تكرفيس لا والو. انا جابني الدري عبد الصادق مشعر، هذاك اللحيه جابني واحد السيده هنا كتقلب على ولدها سميتها امي الضاويه. اي هو اللي جابني اخويا، بقيت كنتسنى دخلت عليا هاد السيده. شوف غندير معاك الرب ديال المزيان، غتخوي جابك عاد غتمشي في حالك. الا بغيتي تشكي يقول لك انت اللي تهجمتي عليا في داري، وهنا يسار غيتحول من ممثل كوميدي لممثل اكشن، داكشي ديال جون كم اليوم برا قاوم الشفار. حنا عندنا حلال كيخلعوك بالموس، وفاش كتهرب كيخليو يخسروا لك. واخا على امك دابا تحصل. في البدايه ديال السيري غطرى جريمه قتل، وكعاده المسلسلات المغربيه الغموض كيبان به فيه، وطبعا الشرير هو ادريس الروح. صراحه عنده الصوت ديال الاسرار، غا هو شخصيه عاطيه غير التهديد. كرون الشخصيات في الكلاب اللي كينمحو ما كيعضوش، او دي فينك يا كاسفرين. غنعرف الشخصيات كيفاش غترياكتي على هذا الموت، بحال هاد الهبيل. مصيبه كتزر مصيبه، اش بقاو عندنا هاد السياطل. مصيبه كتزر مصيبه. مولات لافيراي. بلاش حاكم ماشي حل مزيان مع الجيران صحاب، معايا انا مع ولادو. وهاد خونا الله أكبر. توقع هادشي. وهنا فاطمة الزهراء قنبوع ديما مثل الدور ديال الزوجة المحقورة الصابرة. يجي هاد خونا اللي مستفز. واش كديري؟ لا جيبها باليسك عاوتاني قلتي لي بغات تمشي تشوفي غير الوالده. محمود الله يعطيك السر، فيا اللي هضر في هذا الموضوع، ديني عند امي. انا اللي جات عليا كون هي بقيت راه خالد عارفها، مش هذا تعرفيه. غتمشي غادي تكبري الموضوع، خليك في الدار حسن. كيفاش بلاش حموده؟ واش انت مسطي ولا مالك؟ غتدخل سوق راسك ولا لا؟ غتوصلني ولا غنشد الطاكسي؟ عواطف راه على ولدك، على الشيطان. حيد عليا زيد. عواطف عمري تخيلت انني نكره شخصية في مسلسل مغربي، حيت غالبا ما كنحس بوالو، لكن ما كاينش اللي سالم معايا لاخفاء الغموض في المسلسلات المغربيه. انا كندير هادشي على قبلي انا، حيت خاصني نعرف الحاج علاش لاحوني. ما تقولش لاحوك. مني ما لاحونيش الحاج حتى فين لقيتيني. فين لقيتيني الحاج؟ ديروا لنا غير شويه الغموض. وهنا اللقطه الاولى اللي غيبان فيها درس الروح. صراحه فاش شفت هاد المشهد بديت كنضرب، حيت تم اختراق اهم قاعده في الكتابه اللي هي الشوط تاعو. اختي نسرين، فريدة هي الممودينية، بلا بها انا ما كنسوى والو، ونهار اللي غتولي بخير بحال غنتزاد من جديد. واحد اللقطه خلاتني نشد من كرسي فاش يسار مضروب وجا عند خونا، فاش شاف مضروب اول حاجه قال سير يا بنتي الله يرضيك جيبي كاس د الماء. واخا يدوك للدق، ولكن قلت غير واقيلا ما عندوش الاسعافات الاوليه. ولكن فاش شافت ولاد لافيراي ويلا معايا ندير لك شويه ديال الكل باش نعقموا هاد اللي دعفك. بلا ما تشقي راسك المعلمه مالك، انا غنتكلف بيه، راه عندي الدواء في القهوه، عندي كلشي. متاكد عمي لا دريس؟ غير كوني هانيه المعلمه، والله غير كوني هانيه، انا غنتكلف به. ما يكون باس ما يكون باس.